اخر جولة يا جماعة من دور مجموعات لكأس العالم للأندية، هيدا اخر يوم. عنا اليوفي والسيتي، هيدي قمة مباريات بين الاول والثاني، وعنا الوداد والعين، وعنا ريال مدريد سالزبورغ والهلال باتشوشا. حاعطيكم توقعاتي يا جماعة والكل بيرجع لي. قبل ما اقول توقعاتي بس هيدي رسالة لاخواتنا جمهور العين، لانه شخصنوها معي على الصفحة تويتر كله يا معلم صار علي. انا ما قللت من العين، لا بالعكس، انا بطلع بحكي كرويا ان كان شيء منيح ولا شيء مش منيح، بالاخر ما بجامل حدا. بس هلا باذن رب العالمين ما نشوف الفضيحه يلي شفناها قبل قدام السيتي وقدام اليوفي. المهم توقعات المباريات طبعا مش حتكون 5 و6، هذا شيء طبيعي بين الوداد والعين، فانا بقول 4-0 وسوبر هاتريك لعمر السومه. انا بي والشهيق طالع والزفير نزل. شهيق زفير شهيق زفير. من بعدها في عنا اليوفي والسيتي، انا بقول السيتي حيفوز وحيتصدر المجموعه. وهلا جينا على المجموعه المعقده. تخيلوا يا جماعه ريال مدريد بحال خسر هالمباراه حيخرج رسميا، تخيلوا هالشيء. بس هذا موضوع انساه، ريال مدريد هو متصدر المجموعه وفوزه بنتيجه 3-1 رسميا. ومن بعدها مسك الختام، لأول مرة بالتاريخ فريق عربي بكأس العالم للأندية بالنسخة الجديدة حيرفع راسنا وراس العرب ويتأهل بتأهل تاريخ الليلة أمام المكسيكي الهلال نحو كتابة تاريخ جديد في كأس العالم للأندية. وعلك سالم تسديده يا كبير. سافج قبل شوي طلع بتصريح تاريخي، ايش قال؟ لو تعثرنا بكره بنرجع بيوتنا، هالشيء ما راح اسمح فيه، والله انك قول وفعل. هو قال عده تصاريح بخصوص المباراه، هو كايو سيزار. تعالوا خلوني نقول لكم، ما اقول له ترى يا حبايبي راح اغطي بكره المباراه في الاصفر، موجود في البيت، تعالوا كلكم من ارض الملعب بغطيها. قال الشيء المقلق او الامر المقلق ان باتشوكا بيدخل ضدنا بدون ضغوطات، هو كذا من برا البطوله. تبين رغبته بانه يبغى ال3 نقاط باللهيبه، يقلط لها صربي عندهم لا قصبي. انا اشهد من جيل الصايع الصغير البرازيلي. والله معلمكم ايش قال، تبغون تيشيرت الهلال باعلى جوده وبافضل سعر، تين شيرت موفرها لك، الرابط كود الخصم بالبايو، الحق ما تلحق كميه محدوده، والطقم اللي اعلنوا عنه الابيض اليوم متوفر برضه، وفي اطقم كثير، ادخل واستمتع، كود الخصم الرابط في البايو. قال انه متحمس جدا ويبغى يلعب، يبي يعطي اللي عنده بمعنى كلامه، الرجال صامل والله متفائل فيه. اعتقد بكره نشوف مالكم مهاجم وهو جناح يمين، عموما ابغى يلعبها، حركته الحالة بتفيدنا، احنا نحتاج احد يتحرك قدام، ليوناردو امرضنا. لا تنسون فولو حساباتي في البايو، دائما تاج الاصفر، تعالوا علموني اشتراك بالكومنتات. اي احد يا اخي ما تكلفت شيء، والله ما يكلفت شيء، دوس لايك واشتراك، والله هذا الشيء يسعدني. لو اي احد فيكم اني يشاهد بس داس لايك، اقلها لايك، والله راح اشكرك وراح ادعي لك، الله يعطيك معنا، وراح ادعي لاي احد حط لايك. تيك تاك تيك تاك تيك تاك، ثيو هرنانديز لاعب للهلال. جماعة مستوعبين؟ يمين كانسلو، يسار ثيو، انا امتلك افضل ثنائي اظهره في العالم يا جماعة، جنون. الهلال وباتشوكا والريال وريد بول، هذه المجموعة اللي ما انت عارف الى الان من المتأهل فيهم. الشيء الوحيد الاكيد انه باتشوكا غادر، ولكن من المتأهل بين ريد بول والهلال وريال مدريد ما زال الموضوع غير محسوم للجولة الاخيرة. اعطينا توقعاتك يا محنك من المتأهل في هذه المجموعة بين هذول ال3 أندية. الجولة الأخيرة بين الهلال وباتشوكا والريال ضد ريد بول، وتعال أعطيك حسابيا كيف الهلال ممكن يتأهل في هذه المجموعة. أول شيء وأسهل شيء انتصار الهلال وانتصار أي نادي في هذه المواجهة، سواء انتصر ريال مدريد أو سواء انتصر ريد بول، أي واحد فيهم حيتأهل مع الهلال في حال انتصار الهلال وانتصار أي واحد في هذه المجموعة. برضو في حال فوز الهلال وانتهت هذه المباراة كتعادل 0-0 فقط، برضو يتأهل الهلال. قبل ما نكمل عشان ما تفوت أي مباراة في كأس العالم، مكان واحد برق، الرابط في البايو، استمتع. طيب في حال فوز الهلال وهذه انتهت 1-1، حتدخل في حسابات معقدة وطويلة. طب لو انتهت هذه الهلال فاز وهذه المباراة انتهت 2-2 3-3 4-4، برضو الهلال يغادر. أي تعادل غير 0-0 أو 1-1 بعد الحسابات ممكن الهلال يتأهل، لكن تعادل 2-2 3-3 4-4 5-5 في هذه المباراة الهلال حتى لو انتصر حيغادر. وإن شاء الله التوقعات إنه الهلال يتأهل ومدريد أكيد يتأهل، هذول الناديين هم المتأهلين. بوم بوم بوم. للأسف معلومة بدر بالعبيد طلعت صحيحة 100%. مدريد لو تعادل 2-2 مع سالزبورغ أو أكثر يتأهل، والهلال لو فاز 500-0 على باتشوكا يطلع. في حال تأهل 3 فرق بنفس عدد النقاط ينظروا للنتائج
اللي بينهم هم الثلاثة وتسقط نتائج باتشوكا رسميا. وهذه هي خيارات التأهل. ألف، أكبر عدد من النقاط التي تم الحصول عليها في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية اللي هم الثلاثة، فارق الأهداف الأعلى بينهم الثلاثة. وإحنا نوصل للنقطة جيم اللي هي الحين لو تعادل مدريد 2-2، أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع المباريات المجموعة بين الفرق المعنية. وبكده لازم مدريد أو سالزبورغ يا يتعادلوا 1-1 أو 0-0 أو واحد فيهم ينهزم. بوم بوم بوم. المباريات التي غاب عنها متروفيتش منذ تعاقد معه الهلال بتوصل فيديوهاتي 800 و900 ألف و700 ألف، ومتابعيني 41 ألف. هذا معناته انه في اكثر من 600 و700 ألف يتابعوني من غير ما يضغطوا فولو. اعرفكم اقوى من كده هلالية. امام الاتحاد في الدوري هذا الموسم، وامام الاهلي، وامام ريال مدريد، وامام باتشوكا، وامام العين الموسم الماضي، وامام الاتحاد في كاس الملك الموسم هذا، خرج من الدقيقة 10 في كل المباريات المهمة. لا اراه. عندهم ظهير ترى جيد. خلينا نقول ان اول شيء التشكيله 4-2-3-1. الظهير الايسر صحيح؟ هو ظهير ايسر ممتاز في العمليه العرضيه، وممتاز ايضا في الكره الطويله. هو يمكن هو اللي يحول الكره الطويله. ولا تنسى ان الجناح ترى مسجل هدف. الظهير مسجل هدف ترى. ولا تنسى ان الجناح كينيدي هذا كان يلعب في تشيلسي، بحكم اني انا مشجع نادي تشيلسي. هذا اللاعب كان ظهير في تشيلسي في 2015 2014. الان هو يلعب جناح اساسي في نادي باتشوكا. هذا اللاعب وش ميزته؟ لاعب يقدر يفتح رقعه الملعب تماما ويفرد جسمه، عرضيته ممتازه. فالجهه الخطيره هنا والكره الهوائيه. وعندك في لاعب موهوب، الياس لاعب موهوب جدا. اللاعب الصغير القصير 28 اعتقد رقمه. هذا اللاعب خطير، لمسته حريريه، لمسته ممتازه على الكره. فبالتالي لازم تكون حذر في اغلاق المسارات امام هذا اللاعب، ولازم انك تكون حذر من اللاعب اللي بتطلع معاه في عمليه الضغط وانت قادر انك باختصار ابرز اللاعبين: ظهير ايسر، المحور الشاب الصغير الياس، والمهاجم راس الحربه. وايضا كينيدي لاعب جيد ايضا. يا مساء الخير لجميع المتابعين. اليوم زعيم آسيا وكبيرها هو حامل لواء الكرة العربية وحيدا في كأس العالم، الهلال أمام باتشوكا المكسيكي. طبعا اليوم الهلال يلعب أمام فريق سبق إنه الموسم اللي فات أخذ كأس على الأهلي المصري، على الأهلي المصري اللي هو كأس القارتين. الأهلي المصري لعب مع العين، فاز على العين، ولعب بعدين مع باتشوكا خسر اللي هو كأس القارتين. اليوم الهلال لازم ينتقم للكرة العربية ويتأهل لدور ال16، زائد انه ينتقم للاهلي المصري من باتشوكا المكسيكي. اليوم الهلال يلعب، يمكن الامل الوحيد اللي يقضي على امل الهلال انه لا قدر الله لو انتهت مباراة ريال مدريد وسالزبورغ 2-2 يصير الهلال اي نتيجة يفوز حيطلع برا. وانا استبعد ريال مدريد اليوم حيفوز، ما حيتعادل ب2-2. ريال مدريد تاريخه عالي جدا على الفرق النمساوية، بيفوز اليوم بالراحة باقل مجهود الريال حيفوز. فلذلك الهلال لازم يركز في مباراته ويفوز وياكل بيده ويتأهل لدور ال16. اليوم الهلال لو تأهل لدور ال16 حيكون النادي العربي الوحيد في الشرق الاوسط وما بين قارة اسيا وافريقيا متواجد بين الاوروبيين وامريكا الجنوبية، وهذا هو مكان الهلال الطبيعي. الحقيقة والواقع ان البحر فيه قواقع. انا بالنسبة لي سنزف هلالي نجد الى دور ال16 كاس العالم. سلام عليكم. ابي الهلال يتأهل اليوم. نعم يا جماعة بكل امانة ابي الهلال يتأهل اليوم لانه يمثل المملكة العربية السعودية. انا بقول لكم الصراحة، ترى الهلال لو تأهل اليوم ما يمثل بس السعودية، يمثل العرب، يمثل قارة اسيا. قارة اسيا باكملها كل انديتها طلعت، باقي نادي الهلال السعودي. يا ليت ان اليوم مباراة الهلال وريال مدريد عشان نقول والله طلع من ريال مدريد، لا، راح يطلع من نادي باتشوكا اللي مودع البطولة بشكل رسمي. يعني قهر فوق القهر بكل امانة. الدعم والمستوى والاداء اللي سواه الهلال راح ينمحي بسهولة. بيقولون نشوة انه لعب قدام ريال مدريد ولا وقدام باتشوكا ما سوى شيء مع انها اسهل مباراة. فبصراحة ودي اليوم الهلال يتأهل. بعدين لنا آراء ثانية على حسب الأندية وحسب، بس نتكلم عن مباراة اليوم. ودي الهلال يتأهل لأنه يمثل المملكة العربية السعودية وراح يفيدنا كثير. لو تأهل بيقولون نادي سعودي والدوري السعودي قوي، وهو النادي السعودي يشارك البطولة ووصل، يعني أكيد أنهم الدوري بشكل كامل. فبإذن الله تعالى نشوف اليوم مباراة حلوة ويتأهل الهلال. وأكيد لو تأهل الهلال بيقابل السيتي ولا اليوفي، أكيد مباريات صعبة، وإذا طلع وقتها مو مشكلة، أندية صعبة وأوروبية ولهم تاريخ. فعشان كذا ودي الهلال يتأهل وما يطلع بهذه الصورة قدام نادي
بتشوك المكسيكي اللي مودع البطولة وما عنده شيء يخسره. فننتظر اليوم وبإذن الله بنغطيها لكم يا جماعة. استخدام تطبيق ام سكورز مسار الهلال بأبسط الهلال في مجموعة اتش في حال انه فاز على باتشوكا. ولو تدخل التطبيق بتشوف احصائيات باتشوكا، حصالة المجموعة وحصالة البطولة، يمشي والكل طاع 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 طاع. الاول من المجموعة جي راح يقابل الهلال. مجموعة جي الاول يا بيكون مانشستر سيتي يا ويلك يا هلال او اليوفي هو الخصم الاسهل، وهذا هو الاندية او هذه هي الاندية اللي راح ممكن تواجه الهلال. حتى مجموعة اي او اف اقوى اندية فيها يقدر عليها الهلال. يعني والله يعني ممكن تشوف الهلال هنا ممكن هنا. شوف الانديه اللي متاهله: بالميراس، بوتافوغو، بنفيكا، تشيلسي. هنا ممكن يروح دورتموند، ممكن ريفر بليت بما انه متصدر المجموعه هناك ضد الانتر وراوا ومدري مين. يعني المسار ترى مره سهل. بام بام بام. عبد الله فلاتة بدأ الصياح من بدري على إدارة الاتحاد التريث في الفترة القادمة والصيفية. في حال قدوم ميسي نبغى نصيبنا من التورته. لكم سنتين انتوا والنصر تاكلوا تورته لوحدكم واحنا والاهلي نطالع. ادونا لا ما لكم. ادونا لا. طب جغمه لا. طب بقيلي لا. وكالعاده بدأ الجمهور الاتحاد المسوق الحقيقي للدوري. المسوق الحقيقي جمهور الاهلي في كاس النخبه وجمهور الهلال في كاس النخبه. شفت سالم وهو ينفرد بالهدف الرابع قدام غوانجو والتيفو يطلع. أما أنت تيفوهاتك محلية يا محلي. الأندية التي غادرت: لوس أنجلوس، أوكلاند، أوراوا، أولسان، باتشوكا. يعني باتشوكا دامها غادرت تعطي الهلال الفوز ولا لا؟ المفروض تعطي الهلال الفوز ونخلص ونقفل الليلة. ما خلاص انت مودع. طيب من اللي ضمن؟ هذا اوكي حسام. رسميا فلامينغو، بايرن، يوفنتوس، مان سيتي، باريس، بوتافوغو. طيب الهلال وش النتيجة اللي الهلال لازم يجيبها ويرتاح خلاص؟ يعني ما عاد يهم المباراة اللي تصير هناك، ما عاد يهتم. وش النتيجة اللي لازم يعني يجيبها الهلال وطز باللي يصير هناك؟ 2-0 اوكي، يعني 2 أو 3 على حسب يعني اللي انت قاعدين. والله الأندية البرازيلية تلعب. اقسم بالله انا متحمس مباراة اليوم. وانت ان شاء الله واتمنى يفوز التنين سفير ان شاء الله. اخوان، ثيو هلالي لمدة 4 سنوات والاعلان عن الصفقة بعد مباراة باتشوكا. هل انتم مستعدون؟ كنسلوا على اليمين، ثيو على اليسار، استر يا ستار. يوم اخر مباراة لممثل الوطن نادي الهلال السعودي ضد باتشوكا المكسيكي، لكن المجموعة ذي فيه حسبة غريبة اللي الكل عارفها، ان الهلال لو فاز وريال مدريد لو فاز يترافقوا الهلال وريال مدريد الى دور 16، وهذا كلنا نتمناه. اول الهلال فاز وسلسبورغ فاز يترافق سلسبورغ مع الهلال الى دور 16 ومدريد وباتشوكا برا. لكن في حسبة غريبة جدا. ايش الحسبة يا بعودة؟ الحسبة لو تعادل ريال مدريد مع سلسبورغ نتيجة 2-2 فما فوق، الهلال لو ينتصر بنتيجة عريضة ما راح يتأهل. الهلال عند الحسابات انه ممكن يتأهل اذا انتصر احد الفريقين او تعادلوا 1-1. 2-2 فما فوق، الهلال ما راح يتأهل حتى لو انتصر بنتيجة عريضة. لكن تمنياتنا لممثل وطن نادي الهلال يرافق مدريد الى دور 16، لأن النادي يستاهل وجمهوره يستاهل والشعب السعودي بشكل عام يستاهل. التوفيق لممثلنا نادي الهلال. السلام عليكم، يلا حيهم، كيف الحال يا ربع؟ ان شاء الله طيبين. طبعا الكل يعرف ان اليوم مباراة الهلال ومباراة مفصلية، فلذلك معي المشجع المخضرم اللي انضم حديثا لنادي الهلال، يعني الحين عيناوي وهلالي. الله. المشجع المخضرم اخوي عادل جمال. يا هلا. بعيدا عن الطقطقه والضحك، ربي يعلم ما في نيتي ان اليوم هلالي صميمي بما تعنيه الكلمه. اكيد يا عادل. اي والله انا عارف في ناس بتقول يا عمي لا تلزق تسوي خوي. يا رب الحين نحن في سفر في غربه، ما بيقل الهلال اللي يمثل العرب. طبعا اخواننا العناويه والوداد والترجي والاهلي كلهم غادروا. لا باذن الله اليوم ان الهلال يغادر معاه. لا لا مباراته سهله، بس هي المشكله المباراه يبقى النتيجه. نحن اخوان عادل، رحنا مع بعض نرجع مع بعض. لا
سمحت يا عادل. سمح اي صح، الهلال لو قعد لوحده في امريكا نخاف عليهم. مين يقعد معاه؟ نخاف عليهم. مين يكلمهم؟ صح والله نخاف عليهم يا عادل. نحن نحاتي يعني نحن ما نتمنى لهم شيء انهم لا بالعكس، بس ما نبغى نخليهم لحالهم هناك وهم في غربه، ومش حلو انك تكون بعيد، مش حلو، واهلك وربعك مش حولك. لا ان شاء الله ان شاء الله. لا والله الهلال اليوم لازم يفوز، لازم يفوز ان شاء الله، يفوز ويطلع ان شاء الله كذا حلوه كذا راضين كذا راضين. لا اما انه يفوز ويتاهل، لا هذه قويه. انا عن نفسي ابغى يفوز ويتاهل قسما بالله. عادل والله يبغي خلاص الوضع عادل قسما بالله. الفريق المكسيكي يضغط ضغط ضعيف جدا، وهو يقرر انه ينزل ويضغط. يعني باتشوكا ما ينحط في مواقف يضطر فيها انه يضغط عالي، لا هو يحب يلعب الكرات الطويله المستمره اللي تنتج عن مواقف لعيبته كلهم في ملعب المنافس، فيضغط ضغط عالي وضغطه سيء بمعنى الكلمه، وهو ما يتنازل لهذا العيب. يعني مدربهم ما يتنازل لهذا العيب ويسحب لعيبته، لا قدام سالزبورغ اذوه كثير في النقطه، مدريد بلعيبه اقل اذوه كثير بهالنقطه، مع ذلك يكمل ال90 دقيقه وهو مقرر انه ينزل في ملعب المنافس اللي المنافس بعدها يلعب فيه في الفكره هذه، انه يضغط. مدريد الناقص قرروا انهم هم ينزلون في ملعب مدريد، وينزلون بعدد كبير 7 إلى 6 احيانا 8 لاعبين ينزلون في ملعب مدريد كلهم في ضغط عالي، وتشوف قديش ان مدريد جالس يتلاعب فيهم بهدوء، وما هو تمريرات يعني مغامره طوليه، لا كلها بعرض الملعب واضحه وبسيطه. مع ذلك هم لما ينزلون يضغطون في ملعب مدريد يبان لك فيهم 3 عيوب واضحه جدا: انهم فريق بطيء جدا، انهم فريق عشوائي جدا، يعني وقفتهم دائما عشوائيه، وفوق هذا كله ما هم كويسين في انهم يتحولون. فالكره لما تتعدى خط ضغطهم اللي مكون من 7 لاعبين، بعد كذا تلقاهم برا اللعبه تماما. يعني بعيد عن الحاله الاولى اللي شفتها في بدايه المباراه، الحاله الثانيه مدريد جالس يبني الكره بشكل طبيعي، ثم انطلع كله على بيلينغهام بالراس، بيلينغهام نزلها، فطال مدريد طلع من ذا اللحظه. من هذه اللحظه شوف بيلينغهام وش سوى وش صار معه، كيف تفاعل مع الهجمه، وشوف لعيبه باتشوكا اللي كانوا خلفه ويضغطون عليه. بيلينغهام راح وقطع وحتى وجه ووصل الى ان يستلم الكره في حاله 4-على-4. الفريق الناقص والفريق اللي عنده عدد كويس يلعبون 4-على-4 في حاله دفاعيه، فسجلها بيلينغهام. فبيلينغهام ما تعب ابدا في انه يطلع الكره وفي انه يروح يهاجم ويسجل، وهذا كانت سمه لاغلب اهداف مدريد، ان اللي سجل كان ينزلون مقررين انهم يضغطون عالي، بس انهم سيئين جدا في الضغط. حتى قدام سالزبورغ، يعني قدام سالزبورغ الظاهر دقيقه 9 بعد نزلوا وضغطوا على لعيبه سالزبورغ، ضغط بطيء عشوائي، فرديا في الضغط سيئين. يعني مثلا في لعيبه في الضغط كويسين حادين، هم بطيئين ولا هم حادين. فطلعوا منهم سالزبورغ مباشره وصلوا لمرماهم، لانه تحولهم الدفاعي سيء وضغطهم سيء ودفاعهم اصلا عناصريا سيء، فالوصول لمرماهم يعتبر مهمه سهله بعد ما يضغطون. هم الايمن اللي اسمه رودريغيز عنده عيب واضح جدا دفاعيا، مع انه ظهير ويلعب سنتر، يعني المفروض انه احسن، بس هو عنده دفاعيا عيوب واضحه وصارخه، وعمره متقدم، عمره 34 سنه. هم لانهم يضغطون عالي ويلعبون كرات طوليه ويدورون على الكرات الطوليه، هو ما يزيد معهم لانه ما هو سريع، فهو يوقف وراء. هذا الشيء، هذه الفكره انهم يلعبون كرات طوليه وخط دفاعهم يكون واقف وراء، يوضح لك حتى من رسمهم البياني كنوع من التمركز في الملعب. تلقى في ناس قدام وفي ناس موقفين وراء، والتباعد بينهم واضح جدا. هذا الموقف يورث انه حاله 1-على-1 عندهم تتكرر، وفي ذا الحاله هو ضعيف. فمثلا لو تجي تشوف هو كان واقف وقدامه لاعب مدريد، قدامه يعني في ظهره، هو المفروض انه هو اللي يضغط عليه، فهو هنا امام خيارين: يا انه يضغط عليه او انه يوقف ويحاول يقرا التمريره. فلما لاعب مدريد قرر انه يطلع الكوره ويروح يلعبها، كان فينيسيوس جونيور على الطرف موقف على الخط واضح له، فلو طلع هو بينضرب، ولا هو اللي كان واقف في ظهره فما يخليه يمرر او ما يخليه يدور، او لو مرر بيسبب فاول تكتيكي. فهو كان متاخر ما طلع معه، ولما طلع الحقه فانضرب له. يعني كان يقدر يوقف في مسار التمريره، او حتى يوقف ويحاول يدافع عن المساحه، لا هو اللي يدافع عن المساحه ولا هو حتى اللي يضغط عليه صح. وما بعد ذلك حفله في ايش؟ انهم متاخرين مثل ما قلنا قبل شوي. لعيبه مدريد راحوا وركضوا في المساحه وسجلوا هدف في تألق من بيلينغهام، بس فرديا وقفت عناصر باتشوكا كانت تضحك. الجزء الايمن من دفاعهم اللي هو واحد سنتر برازيلي اسمه ادواردو ورودريغيز، انا اشوفهم عيوب كبيره جدا
تناسب كثير طريقة لعب إنزاغي مع سالم ومع لودي. يعني سالم ولودي سببوا لسالزبورغ وسببوا لمدريد كثير من المتاعب بثنائياتهم، مع أن سالم ما لعب مباراة كويسة قدام سالزبورغ، لكن في هذا الوضع متاحة جدا الفرصة أن سالم ولودي يقدمون مباراة كويسة جدا. طبعا عاجل لودي يغرد، اسمعوا التغريدة ايش قال فيها، اسمعوا. طبعا يقول لودي في بعض الأحيان هناك أشياء ليس لها تفسير ولكنها يجب أن تحدث. شكله عرف أن الهلال اتفق مع ثيو هرنانديز. شكرا لودي على اللي قدمته معانا. أنت لو كنت ظهير ممتاز وأثبت وجودك في الهلال ما كان راح جاب ثيو هرنانديز. أنت كلاعب تظهر 4 مباريات في الموسم و10 مباريات ضايع، فالله يوفقك. أنت في كأس العالم المباريتين اللي ضد ريال مدريد وسالزبورغ 10/10، لكن وش يضمننا يبدأ الدوري وترجع لمستواك الجيفة. فشكرا لك. ركز لنا اليوم في مباراة باتشوكا وسيب العتاب الآن على جنب. ركز لنا مباراة باتشوكا. أنا خايف ينكبنا في مثل يقول لك بديك رايح كثر الفضايح. الله يستر، بس الله يستر. حطوه احتياط، أنا خايف منه. ما شو ريحة كمين من لودي. الله يستر، بس ركز في الملعب. والله العظيم صاحي من 8 الصباح بتوقيتنا. التفكير تعبني. أتخيل سيناريات ما أدري يسموها سينارية. المهم يا ولد والله كل الاحتمالات عادي تصير. تفكير يقتل، والله التفكير يقتل يا أخي. يمكن يتعادلوا وتتورط وتسجل 1-0 طب يمكن مدريد يفوز ويسهل لك الأمر، ولا سالزبورغ يفوز. طب يمكن الهلال يقهر ويتعادل ما يفوز. يمكن كل الله يعدي المباراة على خير. يا اهلا وسهلا. بكره يا اخوان مباراة الهلال مع باتشوكا ان شاء الله الساعة 4 الفجر صباح الجمعة، بالتوفيق ان شاء الله للزعيم. ولكن يا جماعة الخير في اشياء مهمة لازم نتكلم فيها. طبعا يا جماعة الخير معروف ان باتشوكا فريق هجوميا قوي، صح انه خسر مباراتين، ولكن يا جماعة الخير هذه المباراة تراها مهمة بالنسبة للهلال. وايضا يا جماعة الخير باتشوكا مو بخسران شيء، يعني ممكن انه يستعد انه يخرب عليك ولا تتأهل. ولكن في خبر لك يا عزيز الهلالي، تشوف المدافع هذا رقم 4 بورمان، هذا المدافع هو اللي بيجيب لنا الفوز. صدقوني يا اخوان هذا اكثر مدافع جاب العيد، وبجيب لكم لقطات صراحة جاب العيد بشكل غير طبيعي. واكثر لاعب تبي ذكرك فيه هو علي البليهي في اخر مستوى او اخر يعني موسم له. صراحة موسم سيء جدا، وهذا اللاعب قاعد يسوي هذا العك الكروي والتلوث البصري امامك يا عزيز الهلالي. فباذن الله ان شاء الله فايزين، وعن طريق هذا بورمان باذن الله الاخطاء تجي من عنده. ولكن شوف يا عزيز المشاهد كيف ترك المهاجم، هذا هو ما غطى المدافع. فباذن الله يا جماعه الخير انه راح يكون ثغره كبيره وواضحه جدا للهلال. بالتوفيق للزعيم. بالنسبه لي اشوف انها 2-0 للهلال، والله يوفق زعيمنا. عطنا توقعاتك يا عزيز المشاهد، هل الهلال راح يروح الدوري 16 او لا؟ يا جماعة الخير تحسبوني في امريكا ما في شفرات، والله العظيم ان هذه اكثر شفرة واضحة في حياتي شفتها. شوف طبعا هذا المقطع منزل حساب نادي الهلال يا اخوان، وشوف يعني كمية وضوح بشكل لا يصدق، ولكن انا اخذ وقتي وتعبي وجهدي في اني اطلع لك الشفرة بدون ما اضيف هذه عيب. اضافة ولايك لب قلبك، يعني الموضوع بسيط. ابيك تدقق في الحلق اللي لابسه، دقق وخذ راحتك. شوف انا ساكت نفس الحلق بالضبط، هو ملك الشفرات بلا اي منازع. فكيت لكم شفرة على السريع قبل انام، الحين بنام يا اخوان. شفنا مباراة الهلال ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية. صراحة الهلال قدم مستوى عالي وحضور في الملعب وشخصية، ومثل الكرة السعودية خير تمثيل. ولكن أنا توقعي إنه حظ البدايات، نفس اللي حصل مع المنتخب السعودي ضد منتخب الأرجنتين. فزنا عليها أول مباراة وبعدها طلعنا المباريات كلها. فأنا أتوقع للهلال بعيدا عن العاطفة، بعيدا عن أي شيء، أنه بيطلع من الأدوار التمهيدية. الهلال عارفينه وخابرينه، يعني المستوى اللي فات جاء بالصدفة كذا، ما أدري كيف جاء. وريال مدريد كان جدا سيء، ولا فينيسيوس يقطع الكرة منه تمبكتي، يعني في مشكلة أكيد. ولكن أعجبني صراحة في الهلال سفيتش، يعني إيش اللاعب هذا، حضور في الملعب، شخصية، أداء. يعني الموسم القادم أتوقع أنه يكون مع أحد الأندية الكبار، يا ريال مدريد يا برشلونة يا الأهلي، لكن أتوقع أنه يروح من الهلال. السلام عليكم. تو شفت الصورة، في احتمالية كبيرة أن الهلال يوصل نهائي كأس العالم. ليش لا؟ مسار الهلال جدا سهل.
ما ندخل على الموضوع ونعطيكم الحسابات والدنيا، لا تنسون الفولو يا حبايب. كل اللي عليك انك تفوز على باتشوكا. فزت على باتشوكا اوكي؟ تقابل اليوفي، هو اصعب فريق راح يقابلك في مسارك اللي على اليسار هنا. ان فزنا عليه بنقابل بوكا ولا دورتموند، ما ادري. انا ما ودي اعشمكم واعشم نفسي، بس ما ادري ايش شايف المسار اللي هناك سهل مره. سويها. شوف الهلال بنهائي كاس العالم للانديه. عيال بنجن، والله الفكره كلمه بنجن، والله اني بنجن صدق. يا ربي يا كريم وفق نادي الهلال. هولي هولي هولي. علمونا ايش رايكم بالكومنتات. قبل هذا كله تراني هنا حاليا في نيويورك، بكره ماشيين الى ناشفيل عشان نغطي مباراه الهلال وباتشوكا بحول الله وقوته. كل التغطيه موجوده في الاصفر، اللي ما يجي الاصفر انت خسران الكثير. حاضر على المغايب كلكم تعالوا، الاصفر موجود في الباقي ان شاء الله. السلام عليكم. ساعات قليله تفصلنا عن مباراه الهلال، وان شاء الله يا رب انها ما تكون الاخيره، يا رب انها ما تكون الاخيره ويتاهل ظل الهلال. وما زال مترو يعاني من اصابه واعلنوا عن عدم جاهزيته للقاء. طيب يعني ذا الحين كيف الطريقة؟ بنلعب بماركوس بعد؟ يعني السيناريو اللي صار في المباراة اللي راحت واللي قبلها بيتكرر؟ معقولة كمان بننزل بهذا المهاجم؟ نحتاج ان احنا نلحقه بالمرمى عشان يسجل، نحط المرمى في جبهته عشان يسجل؟ كيف بنسوي؟ بعد كيف الطريقة؟ أسأل الله أن ينظر فيه وينظر في حاله. يعني أنا متفائلة، بس كل ما قاعدة أتفائل كذا قاعدة أمشي بالتفاؤل مبسوطة، يجيني كذا كف على جبهتي، أتذكر عند الإنهاء إيش قاعد يصير، كذا كف يصحيني من التفاؤل، يعني أرجع أعيد حساباتي. لو الهلال كان سيء بقول يعني إن شاء الله الهلال يتحسن، لكن المشكلة في المباراة اللي راحت والمباراة اللي قبلها الهلال كان ممتاز بيرفكت، يعني قدم مستوى رائع جدا. مشكلتنا في الإنهاء، واللي متسبب في هذه المشكلة راح يكون متواجد في آخر مباراة، فبالتالي المشكلة راح تتكرر. صح ولا لا؟ قولوا لا أرجوكم، طمنوني. بإذن الله يعني النادي أعلن عن جاهزية حسان بإذن الله للمباراة، لكن أتمنى من كانسيلو ولودي إنهم يعني يغطون زين. ما نبي الرجال ينعطف آخر المباراة زي اللي راح، ما ينفع كذا. نحاول نركز زين أبوي الله يصلحكم. ماركوس يا رب ما أدري إيش نسوي صراحة. كل الخوف يتكرر نفس السيناريو وتنتهي تعادل وتروح الفرص علينا، وكل هذا المستوى الجبار وهذا الأداء الخرافي ما نستفيد منه، والسبة ذاك الراس. يا رب يا رب دخيلك، التأهل من حيث لا نحتسب يا رب العالمين، أهداف للهلال من حيث لا نحتسب يا رب، إنك تصلح ذاك الراس يا رب وتعدل ذيك الرجل، دخيلك يا رب يا رب. الله يستر الله يستر. يعني التفاؤل قاعد كذا في مغص، تفاؤل في مغص، فاهمين صح؟ الله يستر. يا هلا فيكم. اليوم مباراة الهلال وباتشوكا المكسيكي، لابد الهلال يفوز. تعادل مدري ايش، ننتظر حسابات ريال مدريد ساسبورغ، ما في. الهلال اليوم لابد انه يفوز على باتشوكا المكسيكي. انا عندي احساس ان ريال مدريد بيقدر انه يفوز على ساسبورغ، والهلال بإذن الله أنه قادر أنه يفوز على باتشوكا، ولا ننتظر حسابات ولا كم سجل هدف ولا كرت أصفر ولا كرت أحمر. توفيق إن شاء الله للهلال. توقيت المباراة غلط، وما تدري أنت بتقدر تواصل للساعة 4 الفجر ولا بتنام. هالبطولة بطولة كأس العالم للأندية هالسنة مرة توقيتها غلط في غلط. وفي احتمال بعد أنها تتأجل مباراة الهلال وباتشوكا، ونفس الشيء بعد ريال مدريد ساسبورغ بسبب حالة الطقس. يعني ممكن تجي سحب رعدية، ممكن تجي أمطار غزيرة، ممكن تجي عواصف. الله يستر على اللاعبين بس يرجعون بالسلامة. عموما خلوكم على الموعد، وبالتوفيق إن شاء الله للهلال. إن شاء الله اليوم يقدر الهلال يتأهل لدور ال16. حتى لو فاز الهلال 1-0 على باتشوكا يطلع برا البطولة. يا ساتر. نعم يا جماعة، بس بشرط إذا تعادل سالزبورغ وريال مدريد 1-1 وفاز الهلال 1-0 على باتشوكا يطلع الهلال برا البطولة. نعم يا جماعة، بفارق الأهداف. باتشوكا عنده أهداف أكثر، وبكذا كلهم عندهم 5 نقاط، والأفضل بين الثلاثة هو ريال مدريد وسالزبورغ اللي عندهم أهداف أكثر، والهلال عنده هدفين بس. نعم يا جماعة. طيب كيف الهلال يتأهل بدون ما يناظر مباراة سالزبورغ وريال مدريد؟ كيف يتأهل؟ لازم يفوز 2-0 إلى 3-0 يا جماعة. حتى لو تعادل 1-1 هناك
لازم الهلال يكون ضامن انه مسجل اكثر من هدف في مباراته. الشيء الثاني، الهلال يفوز 1-0 يكون هناك مضمون الوضع. يعني لو كان الريال متقدم 1-0 واخر دقيقه سجل سالزبورغ الهلال يكون متوتر الوضع. فالهلال لازم اليوم يفكر في نفسه ويخلص مباراه باتشوكا، يعني راح تكون الساعه 4 الفجر يا جماعه. وطبعا هنا ترتيب المجموعه مثل ما تشوفون الفارق يا جماعه، سالزبورغ عنده فارق 1 والهلال 0، يعني الهلال عنده هدف وعليه هدف، فسالزبورغ عنده هدفين، يعني عنده شيء ايجابي بالموضوع. فالهلال لازم اليوم يسجل 2-0 يا جماعه واموره طيبه، او 3-0 عشان يخلص ويرتاح اكثر يعني، او يفوز واحد منهم، يا سالزبورغ يا ريال مدريد. صراحه معقد الموضوع، لكن انا اتوقع ان الهلال بيقدر يسجل اكثر من 3 اليوم، الا اذا ارهاق باتشوكا ما ادري، هم متحمسين اصلا لو ودعوا رسمي. اذا كانوا على حماس المباراتين الماضيه ممكن الهلال يعاني، بس دائما النفسيه عندهم خلاص، ممكن الهلال يعدي المباراه هذه وبنتيجه ان شاء الله. ننتظر ونشوف يا جماعه، كل التوفيق للجميع وباذن الله نستمتع. واكيد النادي العربي الوحيد باقي بالبطوله نادي الهلال، فاكيد كل العرب يتمنون كم من نادي عربي ويبرز الكره العربيه في كاس العالم للانديه. يا اخوان في شيء الان كارثي ممكن يصير لنادي الهلال، طبعا انا ماني متاكد من الخبر يا اخوان، ولكن طبعا اللي نعرفه والمتعارف عليه يا اخوان، في حال الهلال فاز على باتشوكا وريال مدريد او سالزبورغ، واحد من الطرفين خسر، الهلال بشكل رسمي الى دور 16. هذا مو موضوعنا يا اخوان. في ناس الان طالعين يقولون في حال تعادل سالزبورغ وريال مدريد 2-2 الهلال لو يفوز على باتشوكا 20 ما راح يتأهل. طبعا انا ما حاولت احلل الشيء ذا في مخي شلون تيجي، ما عرفت حرفيا. اتمنى يا اخوان تشرحوا لنا في الكومنت على اي اساس يتأهل، لاني حسبت يا اخوان فارق الاهداف باتشوكا مسجل على سالزبورغ هدف، وحنا اذا فزنا 3-0 على باتشوكا خلاص يعني ما اتوقع فيها 1-2 منتهيه. لكن شلون اذا تعادلوا 2-2 ريال مدريد باتشوكا، الهلال لو يفوز 10 ما راح يتأهل؟ شلون؟ ما دخلت مخي والله الان يا اخوان. طبعا في ناس تقول ان هذا القانون يا اخوان من الفيفا، تمام، وموجود من اول. انا والله اول مره اسمع فيه فما ادري، لكن احتماليه انهم يتعادلون 2-2 لو الكلام صدق صعبه مره، مستحيله. كورتوا يدخل فيه هدفين الزمن يا حبيبي. عموما الهلاليه الف مبروك من الان، انا اعطيكم اياها من الاخير. والشيء الثاني يا اخوان، ترى اخر 10 مقاطع ما صرت انبهكم على الفولو، الله يسعدكم، لايك وفولو وظبطوا الليله، يعني ما بقى ترى شيء على 30. يعطيكم العافيه يا اخوان، شكرا لكم، سلام عليكم. يا جماعه انتر ميلان فاز على ريفر بليت 2-0، ومونتيري فاز 4-0 على الاراوا، اذا انا توقعاتي كلها صحيحه. وهذه المجموعه حق الانتر، ريفر بليت راح واراوا راح، مونتيري وانتر لا تاهلوا. وبكذا يا جماعه الخير كل مباراه دور 16 تقريبا انحسمت، ما بقي الا اليوفي والسيتي، هذا متاهلين. يعني باقي ريال مدريد وسالزبورغ او ريال مدريد والهلال، هذا اللي بنعرفه ان شاء الله بكره الساعه 4، او ممكن اليوم الساعه 4 في الليل. لا تنسى اللايك والاضافه وصلي على النبي. قدوم ميسي للدوري السعودي اصبح مساله وقت لا اكثر. الصحفي البلجيكي قبل شوي منزل بوست منصه اكس وحاط الدوري السعودي والساعه الرمليه وان الامور زادت جديه. طبعا السؤال المهم ان ميسي وين بيروح، للهلال او الاهلي؟ طبعا الصحفي البلجيكي جاوب على هالمساله، قال ان ميسي حاليا اختر انت النادي اللي تبي تلعب فيه في الدوري السعودي، تبي الاهلي او الهلال، انت على الطاوله مانك مجبور، يعني القرار الاخير والنهائي بيد ميسي، النادي اللي راح يختاره اختيار ميسي، هو مو مجبور على انه ينتقل لهالنادي. الصحفي كمل يقول ميسي على تواصل مع الاستاذ عبد الله حماد، هذا مدير اكاديميه مهد. طبعا المسألة زادت تعقيد، يعني بما ان الاختيار عند اللاعب ما عندك الا تنتظر وتطالع. انا وانت كمشجع هلالي اهلاوي قرارك في يد ميسي. بيته والله يسير، يعني سبت زعيم اوروبا رحت لزعيم اسيا، او بدل ما انت قاعد في الميلان يا عيني بتقدم اداء عالمي وبتلعب بروح مع ذلك ما بتاخدش بطولات، تروح الهلال او تفرحنا شويه. اجي لك واحد يقول لي انت زعلان عشان سيو سف فريقك وراح الهلال، هقول لك العمليه في بيته والله. لو سيو راح نادي تاني غير الهلال كنت ازعل، لكن طالما راح للزعيم فعلى قلبي زي العسل، وباذن الله اللي ما عرفتش تعمله لنا في الميلان هتعمله لنا في الهلال، وربنا يبعد عنك شر مرتك وتسترجل كده وتخلي قرارك من نفسك مش منها هي. مبروك يا زعماء، سيو بنسبه 99.9% هلالي.
سافيتش الى فنربخشة التركي. جماهير فنربخشة رافعين هاشتاج بيقولوا سافيتش مطلب فنربخشاوي. يا راجل يعني سافيتش يوم ما يسيب الهلال هيروح الدوري التركي؟ طب يروح افضل الدوريات في اوروبا، مطلوب هناك. يعني يصوم ويفطر على بصله. سافيتش مكمل مع الهلال، ده جابوا له انزاجي مخصوص عشان يكمل. ان شاء الله لما يكبر كده سافيتش يوصل مثلا لسن ال 38 وخلاص يقرب يعتذر، نبقى نودوه الدوري التركي اللي هو دوري العواجيز، دوري او فضلات الدوري السعودي بتروح ليه زي تاليسكا وغيره. طبعا بروزوفيتش للزعيم، صحيفه الرياضيه قالت انه بروزوفيتش رفض انه يعار لنادي الشباب، وفضل انه لو النصر عايز يبيعه خلاص يروح الهلال عشان يكون تحت قياده انزاجي. ده كلام صحيفه الرياضيه مش كلامي انا. عموما يعني ماشي، هاتوه هو يقعد بديل الروبن نيفيز على الطلاق لما فضون النادي ده. والله مع نفسكم يا شيخ، نجوم السماء اقرب لكم يا الانديه التركيه من سافيتش. يا عيال فالينها الدوري التركي، صايرين يقدمون عروض لعيبتنا يبخصون سعره يا شيخ. اللاعب ب20 مليون يعطيك مليون. في إدارة النادي عندنا في دوري روشن ويعتبر نادي كبير، واللي سوى المشكلة ذي كلها عارض نص لعيبته على الدوري التركي وتجرأوا وصاروا يقدمون عروض للعيبة اللي عندنا في دوري روشن. حرفيا ما يمر اسبوع الا الانديه التركيه تبي لاعب ولا لاعبين. يعني الكلام هذا تقريبا له شهرين، كل شوي جالسين يقدمون عروض لعيبتنا. اما بالنسبه لسافيتش فباذن الله هو اللاعب ترى بيدخل الفتره الحره يعني قريب، لكن ان شاء الله النادي راح يجدد معه هو روبن نيفيز وبونو، لان تقريبا عقودهم على مشارف الانتهاء. يعني فوق مستواه السيء والتخاذل اللي قاعد نشوفه من مالكم، الإدارة جالسة تتفاوض معه عشان يرفعون راتبه، لأنهم يشوفون مالكم من أهم اللعيبة الآن في الهلال. يعني بدل ما تشوف حل مستوى مالكم الفني وعقليته الزفت تروح تجدد معه وتحسن راتبه، ولا تشوف له بديل ولا تشوف أي شيء. في لعيبة يوم كنا محتاجينهم في وقت الحسم ينحاشون. أولهم مالكم، مستواه المتخاذل معنا الموسم هذا. ما حد ينكر أن مالكم أول موسم له كان لاعب خرافي، يعني أنا بالنسبة لي كنت أشوفه أفضل لاعب في الدوري. الآن والله العظيم يمكن من الأسوأ. عندنا الآن متروفيتش ومالكم. متروفيتش عنده إصابات ولا يقدر يكمل معاك موسم، ومالكم متخاذل. أنا الصراحة أنا أشوف متروفيتش ومالكم لازم يغادرون النادي في أقرب وقت. يا أخي جيب لك جناح وجيب لك مهاجم كذا تكمل أمورك، والله تكمل. يعني أنا ما عندي مشكلة أكمل في كايو، بس مالكم يطلع. مالكم جالس يتخاذل بشكل مو طبيعي. يا شوفوا القوة، حاطين تيشيرتات الهلال في متاجر ميامي في المقدمة، ما حطوا ريال مدريد ولا حطوا باريس. هنا تعرف ان شعبية الهلال قوية وكبيرة في آسيا. لا تزعلون من الحق، والله هذا الحق. الهلال هو الأول آسيويا، وهو مشرف الكرة العربية والكرة الآسيوية، ومشرف المملكة العربية السعودية، سواء من الجمهور ولا من النادي. أنت جيب لي نادي آسيوي وصل لنهاية كأس العالم بكأسه وأحرج ريال مدريد، وتوه قبل أيام متعادل مع ريال مدريد. أنتوا تدرون القيمة السوقية حقت الهلال ما تتجاوز يمكن 150 مليون، بينما نادي ريال مدريد فوق المليار. عاجل فابريزيو ثيو هرنانديز إلى الهلال. تتوقعون تصير؟ تتوقعون ثيو يسار، كانسيلو يمين؟ بالتوفيق بإذن الله أنها صايرة. بالتوفيق وأعطونا توقعاتكم. الأهلي هيوصل لأنهي دور في كأس العالم للأندية؟ بس انا بقول لك ان ايه ان احنا عايزين نتفرج، يعني نتفرج. لا انا مش عايزه تمنيات، انا عايزه توقعات. لا، ما توقع على الماتش بتاع باتشوكا مش هيكمل. مش هيكمل الدور الجاي. طيب